أخبار الرياضة الآن مشاهدينا برفقة نزار النور. نزار، مساء الخير. مساء الخير دنيا. نتحدث عن التنس أولا، وأندي موري الذي حقق المفاجأة بتتويجه بلقب بطولة روما للماستر الألفية النقاط. وأرسل إنذارا شديد اللهجة إلى جميع المشاركين في بطولة رولان جاروس قبل أيام من انطلاق هذه البطولة، ثاني بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، بعد انتصاره على المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديكوفيتش بمجموعتين 6-3 مرتين، ليتوج بأول ألقاب هذا الموسم وبلقبه الثاني عشر في بطولات الماسترز. إذن أندي موري انتصر على نوفاك دوكوفيتش في النهائي ببطولة روما. وعند السيدات أحرزت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى لقبها بفوزها على مواطنتها ماديسون كيزا بمجموعتين أيضا دون ردة، وهو اللقب الأول لسيرينا هذا الموسم والأول منذ تتويجها بلقب بطولة سينسيناتي الأمريكية أغسطس من العام الماضي، والرابع على أراضي العاصمة الإيطالية. إذن تتويج سيرينا ويليامز قبل انطلاق بطولة رولان جاروس. نعلم جيدا أن هناك بعض المرشحين للتتويج بهذه البطولة، وسنتحدث في الأمر إلى متخصص في عالم الكرة الصفراء وهو ينضم إليه من الولايات المتحدة، حيث يتابع أيضا بطولة الولايات المتحدة رابع بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، الزميل مروان مرسي. مساء الخير كابتن مروان. مساء الخير يا كابتن نور. طيب أنت بالنسبة للرجال، نبدأ بالرجال. يعني بداية أندي موري حقق مفاجأة كبيرة باتصاره على ديكوفيتش على الرغم أنه خسر النهائي قبل أسبوع في مدريد أمام ذات اللاعب. إذن الرجلان يتسيدان عالم الكرة الصفراء في الوقت الراهن في غياب رافائيل نادال وفي بخسارة إذن السويسري روجر فيدرير. والله يا كابتن نزار، هو ما كانش الحقيقة مفاجأة قوي، لأن كان متوقع طبعا، لأن جوكوفيتش في الحقيقة الدرو بتاعه مر بأدوار صعبة. يعني الماتش بتاع دور ال16 مع بيلوتشي خسر المجموعة الأولانية 6-0 واضطر يواصل حتى لعب المجموعة الفاصلة، ومع نادال طبعا ماتش صعب جدا وكان فيه راليات كتيرة جدا. وقدر برضه استطاع جوكوفيتش يكسب في مجموعتين، والماتش الثالث كان مع نيشيكوري، فالماتش برضه كان طويل في حوالي 3 ساعات، فكان الحقيقه واصل للفاينل يعني مستوي تماما ان هو يقدر. يعني كان متوقع ان كان اندي موري كان يكسب المباراه دي. نعم. طيب بالنسبة لغياب رافائيل نادال، هل من المتوقع أن يعود رافائيل نادال على الملاعب الترابية لرولان جاروس الأسبوع المقبل؟ متوقع جدا، متوقع جدا، لان نادال تخصص ملاعب الرمليه، ويعتبر رولان جاروس دي منزله وبيلعب فيها باعلى مستوى، فانا اتوقع رجوعه الى اعلى مستوى في بطوله رولان جاروس. وبالنسبة للسيدات الآن، يعني كابتن مروان، يعني شاهدنا سيرينا ويليامز تعود بقوة، ها هي توجه أيضا إنذارا شديد اللهجة إلى جميع المشاركات في بطولة رولان جاروس. تعتبر هي من أقوى اللاعبات في هذه الفترة. طبعا هي تعتبر من اقوى اللاعبات سيرينا ويليامز، ولكن هي من ساعه الخساره بتاعتها في الولايات المتحده، لانها كانت عايزه تتعادل في الجراند سلامز مع شتيفي جراف وتحصل على 22 جراند سلام، وفشلها من ساعتها عامل لها نوعا ما من الضغوط النفسيه، ولكن استطاعت الفوز ببطوله روما وهي اراضي ترابيه، فاعتقد عندها فرصه هائله ان شاء الله في رولان جاروس. طيب بالنسبة للأسماء الأخرى في عالم السيدات، هل هناك أسماء معينة مقترح أن نشاهدها على الأقل في ربع النهائي أو نصف النهائي؟ هل ممكن تعيد لحسن أنا ما سمعتش السؤال تاني؟ هل من الممكن أن نشاهد أسماء أخرى يعني غير سيرينا ويليامز في ربع النهائي أو نصف النهائي في بطولة رولان جاروس؟ طبعا، لا طبعا، لأن الأراضي الطفلية برضو فيها تخصصات. يعني كيربر تلعب كويس على الأراضي الطفلية بالنسبة للسيدات. ستيل برضو أزارينكا مش وحشة على الأراضي الطفلية، فعندها برضو فرصة، ولكن أنا يعني بعطي الفرصة الكبيرة لسيرينا ويليامز الفوز بالبطولة دي. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل الرياضي مروان مرسي. شكرا لك، وكنت معي مباشرة عبر وسيلة سكايب من فلوريدا. شكرا لك.